المشكل راه ماشي غير داخلي، حنا عارفين ان المغرب مقبل على استضافه تظاهرات قاريه وعالميه، وكاين جماهير غادي تجي من بزاف ديال الدول. الى المستشفيات ما قادراش تلبي حاجيات الشعب ديالها، كيفاش غادي تواجه هاد الاف الزوار؟ والاخطر من هذا ان اي لقطه سلبيه من مستشفى مغربي غادي تضر العالم كامل، وغادي تضرب الصوره ديال البلاد. الى وقفات ميدانيه، شعارات صاخبه صدحت في الشوارع: الصحه اولا، ما بغيناش كاس العالم، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. في واحد الوقت اللي المغرب باغي يبان فيه قدام العالم كبلد متطور وقادر ينظم احداث كبرى. ديال الفيفا صح؟ ديال الفيفا كان دار واحد التصريح جد ايجابي اللي تيبين فيه بان المغرب في اطار الاستعدادات ديالو سابق اللعن، بمعنى انه مشعر واجد، هو سابق انه يزيد ينظم هاد حافل دوليه. على ما نساوش بان تنظيم كاس افريقيا ولا كاس العالم راه ماشي مساله سهله. راه المغرب اللي تيتذكر راه 7 مرات هو السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع حساس، الموضوع اللي شاغل العالم واللي هو الصحه والتعليم. هاد الملفين ولاو كيدفعوا الناس يخرجوا يحتجوا في الشارع ويعبروا على الغضب ديالهم. هذاك ما نهضرش لك عليه، هذاك راه خصك تشد عليه الرونديفو شهر شهرين 3 شهور، يلا توصلك الرونديفو. الله اعلم. القصه بدات من مدينه اكادير وبالضبط من مستشفى الحسن الثاني. 8 ديال النساء توفوا اثناء الولاده، واللي خلى الشارع يغلي ويولي بؤره احتجاج. من بعد بداو كينتشروا فيديوهات من مستشفيات اخرى في المغرب. سيدنا انت كتشوف الحاله اللي حنا كنعيشوها، مرة كتولد في الطوموبيله سيدنا. هانتم هذه بلاصه الطبيب، هذه راه بلاصه الطبيب، دابا هذه 7:30 ديال الصباح. كيبان فيها نقص كبير في التجهيزات وسوء الخدمات، وهذا الشيء كاين خصوصا في المستشفيات العموميه اللي كيلجا ليها الفقراء. الامر ما وقفش هنايا، الشباب استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي باش ينظموا واحد الحمله، وقرروا انهم يخرجوا يوم 27 و 28 شتنبر باش يحتجوا على تردي الاوضاع سواء في الصحه او في قطاع التعليم. الدري كيتوفى كيموت كيصبح صايم تل 12 تل الوحده، ملي كيصوم تل 12 الوحده كيقول لي سير فطر، كيقول لي معلاش، كيقول لي غرفه العمليات عامره. الطبيب كيجي ما كيلقاش فين يدير. لكن السلطات جاوبات بحملة اعتقالات، ووقع شي شويه د العنف والمواجهات بالحجاره في بعض المدن، واللي خلى الوضع يزيد يتأزم. هنا خاصنا نطرحوا واحد السؤال: واش المشكل غير في المستشفيات والاساتذه، ولا كاين خلل في التدبير العام للقطاعين؟ اللي باين هو ان المواطن البسيط ما بقاش عنده ثقه في المستشفى. كان بغرامه وتحكمت 3 الخوار اخرين وما داروش الخبره، وحكمت عليه المحكمه بغرامه ماليه. ودابا البنيه هي ضيعه، لا قرايه لا طفوله لا والو، ولا في المدرسه العموميه. وهذا الشيء خطر بزاف لانه كيمس اساس المجتمع. اول حل ممكن اسناد قطاع الصحه جزئيا للقوات المسلحه الملكيه. المستشفيات العسكريه عندها سمعه مزيانه في الكفاءه والسرعه، وحتى المستشفيات الميدانيه اللي كيمشي بها المغرب لدول عايشين الحروب العالم كيشهد بالنجاح ديالها. هذا الشيء ممكن يكون منقذ، وخصوصا في الاماكن اللي فيها خصاص كبير. الحل الثاني اللي كيبان ليا هو تغيير وزير التعليم. من بعد سنوات ما بانش ان السياسات اللي دار ناجحه، بل بالعكس زاد تدهورت. خاص دماء جديده، عقليه جديده، ومشروع تعليمي يخدم هاد الاجيال المقبله. وثالث حاجه، خص يكون حوار وطني مفتوح، دوله، النقابات، المجتمع المدني وحتى الشباب اللي كيعبر على الغضب ديالو في الشارع. بلا حوار غادي يبقى غير مواجهات، واللي كيعني ان الثقه غادي تزيد تضيع. اللي وقع في هذه الايام ماشي حدث عابر، بالعكس راه انذار. خاصنا نسمعوا اللي كيوقع في المستشفيات، نسمعوا للطلبه، للاساتذه، ونسمعوا الشارع، لان المغرب عنده كفاءات وعنده امكانيات، ولكن خص القرار الشجاع اللي يحط المواطن قبل اي حاجه اخرى. نتمنى ان صوت الشباب يوصل، وحنا غادي نواكبوا هذه الاحداث ونفتحوا النقاش. خليوا الآراء ديالكم في التعليقات، شنو الحلول اللي كيبانوا لكم، والى اللقاء في حلقه جديده. طلع ربما دير احتجاج، وقف على الوزاره، احتجاج، قول لها علاش ما عطيتوهاش، علاش ما بقاتش.